الورثج او الخنزير البري الافريقي كان واقف مستني دوره عند بركه الميه، والفهدين قاعدين يبصوا له بهدوء ولا كانهم مستعجلين على اي حاجه. عدى تقريبا نص ساعه والجو كله هدوء وترقب، بس واضح ان الورثج بدا يزهق من النظرات دي، وفجاه قرر يعمل حاجه محدش كان متوقعها. انقض مره واحده على ظهر واحد من الفهود وكانه بيقول له يلا وريني هتعمل ايه، وفي ثانيه طار يجري وسط السافانا بسرعه مجنون كانه عربيه سباق، والفهدين اتحولوا فورا من متفرجين لمطاردين. لكن المشكله ان الخنزير مش فريسه سهله، انيابه الحاده كانت كفيله انها تخلي اي حيوان يفكر مرتين قبل ما يقرب منه. وهو بيجري كان بيشق طريقه بعنف وسط الارض والعشب، وصوته العالي قلب المكان كله دوشه، لدرجه ان حتى الاسود اللي كانت نايمه صحيت على الخناقه، وفي لحظه بدات تبطأ سرعته كانه خلاص اتزنق. الفهود افتكروا ان اخيرا قربوا يمسكوه، لكن اللي حصل بعد كده كان اذكى مما تتوقعوا. فجاه اختفى الخنزير، دخل بسرعه جوه جحره الارض في اخر لحظه واستخبى بالكامل، وساب الفهدين واقفين بره ياكلوا تراب حرفيا.